بقى اللي حصل وخلى فيه نقلة من مجرد ان محمود العربي تاجر شاطر قوي لان هو يبقى الوكيل الحصري لتوشيبا. توشيبا وقتها كانت بتدور على وكلاء في البلاد المختلفة، وكانت بتنزل مندوبين يعسوا كده ويشوفوا السوق فيه ايه. فكان في واحد ياباني نزل مصر وشاف وسمع العربي جروب وعن محمود واخواته، ولقى قد ايه هم شاطرين وقد ايه الناس بتحبهم، فراح قال لتوشيبا ان ده احسن وكيل لينا. وقتها توشيبا رفضت علشان تعدد الانشطه بتاعهم، هم تقريبا بيشتغلوا في اي حاجه حلال ممكن تجيب مكسب وقتها، بس قالوا نجرب، واي نوت. ابتدوا بالمراوح، وفي خلال سنه واحده العربي جروب اللي ما كانش وقتها لسه اسمها العربي جروب عملت مبيعات فظيعه، خلت شركه توشيبا تستدعي محمود العربي اليابان وتيجي تقول له ورينا بقى الراجل اللي عامل قلق ده شكله عامل ازاي.